مطاعم طائرات سعودية على خطى مطعم الطيارة الأردنية والسورية. نقلت السعودية 3 طائرات عملاقة من طراز بي 777 التي خرجت من الخدمة برا من جدة إلى الرياض على مسافة تقدر بحوالي 1000 كيلومتر. يعتبر نقل الطائرات بهذه الطريقة أمرا نادرا، حيث أن الطائرات غالبا ما يتم تفكيكها إلى أجزاء عند نقلها برا، لكن في هذه الحالة تم نقل الطائرات كاملة دون فصل أجزائها ما عدا الأجنحة، وهو ما يجعل هذه العملية استثنائية، إذ يبلغ طول كل طائرة حوالي 64 مترا، بينما عرضها 6 أمتار وارتفاعها يزيد عن 6 أمتار أخرى. تم توثيق عملية نقل الطائرات المقرر تحويلها إلى مطاعم ومحلات تجارية في الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو ما يعتبر خطوة مشابهة لتجارب عالمية من ضمنها تجربة مطعم الطيارة السوري في دمشق الذي اكتسب شهرة واسعة، لكن المشروع انتهى بعد انتهاء عقد الاستثمار وتم إزالة الطائرة. وفي الأردن وتحديدا في مدينة إربد، حيث تم تحويل إحدى الطائرات لتكون أول طائرة في الأردن يتم تحويلها إلى مطعم، والخامسة في الوطن العربي والتاسعة على مستوى العالم، إذ حصل عليها في شهر تموز 2020. وفي إطار التشجيع على متابعة هذا الحدث، أطلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض، ووعد الفائز بجائزة فاخرة عبارة عن سيارة.